أنه محفوظ من التبديل والتحريف والتغيير والزيادة والنقصان. مات رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن محفوظ. لم يزل القرآن بزواله، ولم يذهب القرآن بذهابه، أعني بذهاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. القرآن محفوظ بحفظ الله. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فإن قلت أليست التوراة وحيا من الله؟ أليس الإنجيل وحيا من الله؟ فلماذا طرأ عليهما التحريف والتبديل والتغيير؟ نقول قد أجابنا الرب الكريم إذ قال عز من قائل: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. الله طلب من أحبار اليهود وطلب من هؤلاء من أئمة أو من قساوسة النصارى من القسيسين، قال لهم: احفظوا كتبكم، حافظوا على التوراة، حافظوا على الإنجيل. فلما وكل الحفظ إليهم حرفوا وبدلوا وغيروا. أما القرآن الكريم فلم يكل الله حفظه إلى الخلق، إنما تكفل الله بحفظه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ولذلك لو لم يحفظ أحد من الناس القرآن الكريم فلن يحرف القرآن. إنما نحن نحفظ لننتفع، نحفظ لنؤجر، نحفظ ليرتفع ذكرنا، ليعلو قدرنا. وقرآننا أغنى عنا أو غني عنا والله حافظه. وقد حفظ القرآن في الصدور وحفظ في السطور بفضل الله رب العالمين. لذا من خصائص القرآن الكريم تيسير حفظه وفهمه وتلاوته وقراءته. قال الله: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر.